يذكر معنا زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لبيوت أصحابه وتلبيته للدعوة. يوم من الأيام جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه يدعو النبي لبيته، فيستجيب النبي صلى الله عليه وسلم لتلك الدعوة ويذهب إلى بيت جابر. ففرح جابر وأهل جابر بزيارة النبي لهم، وأكل الطعام في بيت جابر رضي الله عنه وارضاه. ويوم من الأيام صلى الله عليه وسلم يذهب هو بنفسه لزيارة أبو أيوب الأنصاري، فطرق الباب ففرح أبو أيوب وأهل بيته بزيارة النبي لهم، وأكل الطعام صلى الله عليه وسلم عندهم. ومنها أيضا أنه الأنصار يوم من الأيام دعوا النبي صلى الله عليه وسلم فاستجاب لهم ولبى تلك الدعوة، وذهب إليهم إلى أطراف المدينة فأكل من طعامهم، وشهد صلى الله عليه وسلم فرحهم وفرحوا بقدوم النبي فرح عظيم. وكان صلى الله عليه وسلم من عادته يتفقد أصحابه، فإذا علم أن أحدهم مريض انطلق لعيادته ولزيارته صلى الله عليه وسلم. منها يوم من الأيام أنه افتقد صلى الله عليه وسلم البراء بن معرور الصحابي الجليل، فقال: أين البراء؟ قالوا: يا رسول الله مريض. قال: نذهب إليه نعوده. فانطلق صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى بيت البراء بن معرور. وكان البراء بن معرور في أشد أحواله من المرض، وكان في تلك اللحظة يصارع الموت في سكرات الموت. الشاهد طرق الباب، فتح الباب أهل البراء بن معرور، فرأوا النبي صلى الله عليه وسلم، فرحوا بقدومه وبزيارته، لكنهم يعلمون أن النبي يتألم لألم أصحابه، فكان الصحابة من محبتهم للنبي يخفون آلامهم وأوجاعهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكرهوا أن ينظر النبي إلى البراء وهو يتألم حتى لا يتألم النبي، فقالوا: يا رسول الله عد.